السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم قناة سكر هانم. محتواه بيتكلم عن الطبخ، عن المنزل، على كل ما يخص البيت. النهاردة بقى هنبتدي يومنا. بحبكم في الله. يلا تعالوا نشوف عملنا ايه النهاردة وهنعمل ايه. طبعا، احنا لسه بادئين يومنا وكده زي ما انتوا شايفين. قلنا بقى كده ايه، نخش كده على المطبخ بقى نشوف هنعمل ايه. لسه بقى زي ما انتوا شايفين صاحيين بقى، شايفين الشمس كده وجمالها. طبعا لسه بادئين يومنا. طبعا زي ما انتوا شايفين نشرنا غسيل. وطلعنا الفرشة اللي احنا بنتغطى بيها طبعا، والمخدات كده تتشمس وتتهوى حلو في الهوا والجو الجميل ده. طبعا الجو ابتدى ان هو يبرد وكده، فالناس كلها دلوقتي عادت بتتغطى بالبطاطين. هنا بقى بوريكم الشارع اهو لسه. يعني ما فيش ناس قد كده صحت، لان احنا كنا الساعة 8 الصبح. هنا بقى خرجنا نشوف بقى نعمل ايه، شغلنا القرآن. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا لازم بنبتدي يومنا بالقرآن وكده. ربنا يهدينا جميعا يا رب، اللهم امين. ويعفو عنا ويرفع غضبه ومقته عنا يا رب، اللهم امين. هنا بقى احنا مشغلين القرآن اهو. هخش بقى على المطبخ اشوف هعمل ايه وكده ليهم. طبعا اول حاجة اول ما بدخل المطبخ ببتدي ان انا اعمل الفطار وكده. طبعا كالعادة، طبعا طبق البطاطس المهروسة بتاعتنا مع البيض مع ساعات فول كده يعني. هنا بقى انا عمالة اوريكم طبعا اذاعة القرآن الكريم وهي شغالة على الشاشة. طبعا هنا بقى دخلنا اهو زي ما انتوا شايفين، دي البطاطس المهروسة اهي. وهنا بقى معلش البخار جه على الكاميرا بتاعت التليفون وكده. هنا بقى ده فول اهو، حط عاملاه بالكمون والكزبرة والملح والزيت والليمون. وهنا معايا بقى البيض في السمنة البلدي وجماله. زي ما انتوا شايفين. هنا بقى انا ولعت على الفول كمان. هنا بقى كان الفطار خلص معايا، وابتديت بقى ان انا احط في الاطباق وكده. زي ما انتوا شايفين البيض المقلي بتاعنا الحلو. وطبعا انا بحب البيض قوي قوي، يعني بحط معلقتين سمنة بلدي كده او معلقة. احط معلقة السمنة البلدي، اسيبها بقى لما بتبتدي ان هي تقدح معايا كده انزل عليها بالبيض. قبل ما بنزل عليها بالبيض طبعا بحط حبة الملح وكده وانزل عليها بالبيض. طبعا هنا ده البيض اهو، ده زبادي لبن رايب. وهنا دي البطاطس، ده لبن رايب اهو زي ما انتوا شايفين. ودي بقى الجبنة الفلاحي بتاعتنا اللي هي المش. وهنا الفول بقى بالزيت، شايفين الفول وجماله. وهنا بقى طرش للفول. وهنا بقى جبنة قريش بقشطة. طبعا يعني ده فطارنا احنا الفلاحين وكده، بيبقى احلى فطار. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال. هنا بقى كنا الحمد لله فطرنا ودخلنا بقى شطبنا المطبخ وكده. دخلنا طبعا علشان نعمل بقى الغدا، نشوف هنعمل ايه. قلت كنت جايبة قرنبيطة صغيرة وكده من السوق، وجايبة يعني حبة خضرة. قلت هعملها بقى النهاردة ان شاء الله. طبعا هي عشان صغيرة، ما يعني هي خدت طاسة آلية واحدة. ودي ده هو الحاجات اللي انا بحطها بغمسها في القرنبيط واقليها. بتبقى طماطمية بعد ما بسلقه، بحط طبعا طماطمية مبشورة على على يعني حبة مية، على على بيضتين، على ملح وفلفل وكزبرة. بقلب ده كله في بعضه، عليهم معلقتين دقيق. اقلب ده كله في بعضه، بقوم نازلة عليهم بايه، بالقرنبيط مغمساه وحطاه في الزيت. هنا بقى كان القرنبيط خلص معايا. وطبعا ده البيض اللي باقي معايا بالخضرة عملتهم زي عجة، قلت حرام هرميهم. وده بقى حبة رز محشي كان بايت عنده، وعندي محشي بايت برضك طلعتهم سخنتهم. وده طبعا كان يومنا النهاردة. بحبكم في الله. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والشير والاشتراك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.